متابعي قناة صدى الأخبار 24، أهلا بكم. حسب مصادر موثوقة فإن إبراهيم دياز لا يوجد بالقائمة الموسعة لأسود الأطلس، وكل ما يتم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي مجرد استهلاكا إعلاميا ليس إلا. ففي الوقت الذي يدعي الكل أن إبراهيم دياز بالقائمة الموسعة للأسود، لا زال وليد الركراكي لم يعلن عنها بعد. بينما يعد تواجد دياز بالقائمة الموسعة لمنتخب إسبانيا خبرا صحيحا، غير أن هذا لا يعني أنه سيمثل إسبانيا بشكل قطعي. هذا وذكرت مصادر مقربة من وكلاء اللاعبين المزدوجي الجنسية أن دياز بعدما كان سعيدا ومتحمسا لتمثيل منتخب إسبانيا بدأ في التراجع نحو تمثيل أسود الأطلس، وذلك لعدة اعتبارات أهمها كي لا يكون مصيره كمصير يمين يامال. وأجمع الكل على أن دياز لم يحسم بعد أي منتخب سيمثل، وأن زيارته للمغرب مدينة مراكش وزيارة وكيل أعماله كذلك للمغرب وأخذ صور تذكارية مع المدرب وليد الركراكي لا يعني الاتفاق المبدئي على حمل دياز لقميص الأسود. ختاما، سأنتظر وجهات نظركم من خلال التعاليق. إلى اللقاء.